ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن قضية، ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وكمان تعملوا اشتراك في القناة لو اول مرة تشوفونا، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. فيديو النهاردة او قضية النهاردة تم الاستعانة بيها في كتب كتيرة جدا وابحاث بتتكلم عن اكل لحوم البشر، وبتعتبر دليل حقيقي عن وجود أكل لحوم البشر. القضية ببساطة بتبدأ لما كانت فتاة مصرية اسمها أميمة كانت بتتمنى إنها تسافر للولايات المتحدة الأمريكية وتحقق حلمها وتكون عارضة أزياء، وفعلا قدرت إنها تسافر للولايات المتحدة الأمريكية وعاشت في ولاية كاليفورنيا، ولكن على عكس توقعاتها كانت الحياة صعبة جدا، واضطرت انها تشتغل مربية بجانب شغلانة انها عارضة ازياء، واستمر الحال بيها وكان الحال صعب جدا، وكانت بتعيش في بيت صغير وبسيط. واستمر الحال ده لمدة 5 سنين لحد ما اتعرفت على راجل، والراجل ده كان اسمه نيلسون. نيلسون كان أكبر من أميمة ب 33 سنة وكان طيار سابق، ولكن رغم فرق السن اللي كان بينهم إلا أنهم انجذبوا لبعض وكانوا معجبين ببعض جدا. يمكن أميمة شافت فيه الراجل اللي هينقذها من حياتها ومن الفقر اللي كانت عايشة فيه، وفعلا وافقت على الجواز أول ما عرض عليها، بالرغم من أنها عرفت أن في 1984 تم القبض على نيلسون بسبب تهمة تهريبه للمخدرات، وتم سجنه لمدة 4 سنين. إلا أنها أول ما عرض عليها الجواز أميمة وافقت وكانت مبسوطة جدا، وفعلا اتجوزوا وسافروا لولاية تكساس علشان يقضوا شهر العسل. وهناك بدأت المشاكل من أول يوم. أميمة ما كانتش متخيلة أن نيلسون شخص عنيف، العنف ده كان بيعاملها بمنتهى العنف والقسوة، وكان بيضربها لأتفه الأسباب، أي سبب أو أي مشكلة تحصل يضرب أميمة عليها ضرب عنيف. المهم أن استمر جوازهم لمدة شهر، وبعد الشهر ده كان جاي يوم عيد الشكر، وفي اليوم ده نيلسون كان تحت تأثير الكحول وما كانش واعي أبدا لتصرفاته، علشان كده حاول أن هو يعتدي على أميمة بمحاولة أشبه بالاغتصاب الزوجي. علشان كده أميمة حاولت إنها تدافع عن نفسها وضربت نيلسون على راسه، وبعد كده طعنته في بطنه، وبعدها مات نيلسون. لكن أميمة ما اكتفتش بكده، علشان تنتقم لنفسها قررت إنها تتخلص من الجثة بشكل بشع جدا. المهم ان أميمة فصلت راس نيلسون عن جسمه، وبعد كده دخلت راسه الفرن، وهنا قطعت الأجزاء اللي ممكن يظهر فيها بصمات نيلسون زي إيده، وحطتها في حلة فيها مية على النار علشان تدوب وتتخلص منها. اما باقي اجزاء جسم نيلسون فقطعتها لاجزاء صغيره، وخدت بعض الاجزاء دي وحطتها في اكياس، وتاني يوم خدت بعض اجزاء من جثه نيلسون ودخلتها الفرن، وبعد كده خلطتها مع بواقي الديك الرومي اللي كان فاضل من عيد الشكر. المهم انها بقى عندها مشكلة، وهي ازاي هتتخلص من الاجزاء اللي موجودة في الاكياس دي، وراحت لاحد صاحباتها وطلبت منها انها تساعدها في التخلص من جثة نيلسون اللي موجودة في الاكياس. المهم ان صاحبتها في البداية رفضت، بعد كده طلبت منها مقابل 75,000 دولار، وأميمة وافقت واتفقوا انهم هيتخلصوا من الاكياس دي مع بعض. لكن صاحبتها طلعت واتصلت بالشرطة وبلغت عن أميمة، وفعلا الشرطة جات وتم القبض على أميمة. ولما خدوا الاكياس عرفوا ان فيها فعلا جثمان بشري، ولكن ما كانوش عارفين الجثمان ده كان لمين، ما كانوش قادرين يحددوا هوية الشخص اللي دخل الاكياس. وتم التحقيق مع أميمة، واستمر التحقيق ده طول اليوم، واللي ما كانوش قادرين يعرفوا منها مين اللي دخل الاكياس. المهم ان تاني يوم الشركة اللي كان بيشتغل فيها نيلسون اعلنت ان هو ما بيجيش الشغل بقاله اكتر من 5 ايام. وهنا الشرطة اتأكدت انها لازم تروح تفتش بيت نيلسون، واول ما راحوا لقوا جمجمة نيلسون او راس نيلسون موجودة في التلاجة بعد شويها، ولقوا كمان بواقي الاكياس اللي كانت عايزة تتخلص منها، ولقوا كمان بعض اجزاء من جثة نيلسون اللي كانت ممزوجة ببواقي الديك الرومي اللي اكلوه في عيد الشكر. وهنا بعد ما جمعوا اجزاء جثة نيلسون لقوا ان في بعض الاجزاء مفقودة، ولما سألوا أميمة انكرت تماما انها عملت اي حاجة، وانكرت ومرضتش تقول ابدا فين بواقي الاجزاء بتاعة جثمان نيلسون. ولكن لما قعدت مع الاخصائي النفسي اعترفت انها اكلت من اجزاء اللي كانت شوياها وحطتها مع بواقي الديك الرومي. المهم ان مع التحقيقات تم الاكتشاف ان نيلسون كان عنده سوابق في تعنيف السيدات، وهنا قالت أميمة انها كانت بتدافع عن نفسها نتيجة لتعنيف نيلسون ليها.
وكان المحامي بتاع أميمة بيحاول يقنع المحكمة وهيئة المحلفين ان أميمة كانت بتدافع عن نفسها، وان ده مجرد دفاع عن النفس يعني مش قتل مع سبق الإصرار والترصد. ولكن المحكمة كانت مصرة انها كانت قصده تقتله، حتى لو مش قصده تقتله فهي كانت قطعت جثته بشكل بشع وبعد كده أكلت منها، فده يعتبر قتل مع سبق الإصرار والترصد. وفي سنة 1993 تم الحكم على أميمة بالسجن 28 سنة، ولكن في 2006 أميمة قدمت التماس بأنها عاوزة تخرج، وأقسمت إنها ما أكلتش من جثمان جوزها، ولكن تم الرفض برضو. قررت المحاولة في 2011 ولكن برضو تم الرفض، ولحد الآن أميمة لسه في السجن وبتعتبر تهديد على البشرية. ودي كانت حكاية أميمة نيلسون وبس كده.